هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا بتاخر عليكم قوي في القناه دي، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني كل فتره قريبه ان انا انزل لكم فيديو. ما نزلش فيديوز كتير، بس مش معنى كده اني ما نزلش خالص. النهارده في الفيديو بتاع النهارده احنا هنعمل ميك اب الالفينات والتسعينات، يعني فاهم ايه الحقبه الزمنيه دي. وايه اللي خلاني بقى يجي في بالي ان انا اعمل الميك اب لوك ده؟ هو الباكج القمر ده. استنوا ده اللي وصلني من عند شي جلام، يا رب تكونوا شايفينه. المفروض ان الباكج ده بيتكلم عن الحقبه الزمنيه دي اللي هي بتاعه التسعينات والالفينات، والمفروض ان الباليتس بتاعه الاي شادو اللي جوه هننسباير منها الميك اب لوك بتاع النهارده اللي هو بتاع الفتره دي. طبعا انا محتاره قوي لان التسعينات والالفينات كان حتى الميك اب لوكس اللي فيها كانت مختلفه من كل ثقافه للتانيه. يعني ما قعدت اقلب حتى في الصور بتاعه التسعينات وبدايه الالفينات، لقيت ان فعليا احنا كعرب كنا بنحط شكل ميك اب، وهم كانوا بيحطوا شكل ميك اب تاني، والافارقه كانوا بيحطوا شكل ميك اب تالت خالص. فالنهارده انا هعمل لكم ميك اب لوك يعني تقريبا عدى على اغلب الجنسيات، عدى على الجنسيات الاجنبيه وعدى على الجنسيات العربيه ويعدى كمان على الجنسيات الافريقيه. بس الاول خلونا نفتح البوكس القمر ده ونشوف جواه ايه، او نكتشف كده التفاصيل بتاعته عامله ازاي. وفعليا انتوا هتتوهموا من الشكل بتاع الباكجينج لانه فعليا شبه السي ديز بتاعت زمان، فاكرينها اللي هي السيديات الصغيره دي؟ هو كله انسباير الاي شادو من السيديات بتاعت الفتره بتاعت الالفينات والتسعينات. شايفين طبعا جواه 3 باليتس من الاي شادو، وجواه بوكيت كده تقدري تحطي فيه الاي شادو بتاعتك، وجواه 3 سيديهات تقدري انسباير منه الالوان، يعني تشوفي هتحطي الالوان على بعضها ازاي. هوريكم طبعا ان ديتيلز كل حاجه دلوقتي. فاحنا هنعمل انبوكسنج سريع للحاجات دي كلها، وبعد كده نعمل الميك اب لوك. فالانترو طويله قوي صح؟ اعملوا بقى لايك للفيديو واكتبوا كومنت تحت برايكم في الفيديو بعد ما تخلصوه، ويلا بينا على طول نبتدي. طبعا انا عامله الاساس بتاع الميك اب كله رسم حواجبي عشان نخش على طول في الاي شادو عشان الفيديو ما يكونش طويل. بس خلونا الاول نعمل انبوكسنج لعلب الاي شادو القمر دي. هنبتدي بالباليت دي الاول. الاديشن ده اسمه فاينل او فانيل بوب كولر باليت. الدرجه دي او الباليت دي اسمها كولر مي كريزي، ودي بسبب الالوان اللي فيها. الالوان اللي فيها مجنونه جدا زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده. فيها الوان اصفر، اورنج، ازرق، احمر، بس انا مش عارفه الالوان اللي جوه الليكويد دي ايه. فخلينا نعمل سواتشز كده بسرعه للالوان. واوين اللافندر، مش عارفه انتم ممكن تكونوا شايفينه ولا لا. واو، كمان جواها درجه تقريبا درجه ليبستيك اللي هي الاحمر، وفيها درجتين زي جلاتر او شيمر، ومش فاهمه اللي جوه ده ايه. برضو هنعمله سواتش دلوقتي ونشوف. ده ليبستيك، واو درجته واو بجد. ايه ده؟ واو برضو لمعته حلوه قوي. يعني اكيد انتوا شايفين اللمعه يا جماعه، مش انا بس اللي شايفاها. اللون اللي عامل زي السي دي كده، اللون ده مش عارفه العلبه مصممه تتقفل ليه، ده غريب شويه بالنسبه لي. مش عارفه هو ده لون واحد ولا ايه، مش عارفه. I think انه جلاس يا جماعه، لانه شفاف قوي. مش عارفه يكون باين لكم ولا لا. هو جلاس وفي لون شيمر في النص هنا كده. مش عارفه ده بقى بيتحط على الجلاس تقريبا عشان يدي الميتاليك لوك، لان الفتره بتاعت الالفينات والتسعينات كان الارواج الناس هبه قوي في موضوع الميتاليك. نيجي للباليت الثانيه، وبرده شكلها عامل زي السي دي كده بتاع زمان، وعليه البتاعه دي المفروض ان هي بتشغل ميوزك. برده الاديشن ده اسمه فاينل بوب كولر باليت. الدرجه دي اسمها روز سونيتا تقريبا، مش عارفه. ده شكل كده الباليت، وهي شويه الالوان بتاعتها رايحه اكتر على الناتشرال. التانية كانت بوب كولرز قوي. فخلونا برضو نعمل سواتشز للدرجات. خلينا نبتدي باول درجه. لا البيجمنتيشن بتاعهم حلو قوي، يعني ده المفروض لون فاتح جدا اللي هو ده. بصوا باين ازاي. طيب خلينا ناخد اللون البني بقى. ده ليبستيك على فكره، ليبستيك بني. واو لا ده احنا هنبدع النهارده. واللون الشمر، لا خطير. طيب خلينا ناخد اللون، انا ايدي اتملت. خلينا ناخد اللون ده كده. واو باليت دي خطيره يا جماعه، خطيره. انا اكسايتد قوي لان حاسه ان الميك اب لوك اللي انا اخترته لايق قوي على الباليتس الموجوده. يعني هو
تقيل حبه بس لايق قوي على الباليتس الموجوده. نيجي للباليت الثالثه وشكلها خطير ولونها اخضر، يعني من بره كده فاهمين تايجر في بيتي فايب حلوه قوي. تحسوا ان الالوان شويه رايحه على السموكي، وفكره ان في هنا المفروض لون اسود، فانا مش عارفه ده ينفع نستخدمه ليبستيك ولا ينفع نستخدمه ايلاينر. هنجرب كل حاجه النهارده. اعتقد ان احنا هناخد ميكس الوان كتير من كل باليت، فدي الالوان بتاعتها. خلينا نسواتش كده اللون مثلا البني، واو. خلونا اللون النبيتي. يا اختي على الالوان، ايه ده يا جماعه؟ ده من لمسه. بصوا اجيب ايه تاني؟ اللون برضو اللي على رمادي شويه، اعتقد اللون ده هنحتاجه النهارده. الالوان خطير، انا اكسايتد يا جماعه. يلا خلوني اوريكم الميك اب لوك اللي هنعمله النهارده. اوكي يا حبايبي، خليني اوريكم الميك اب لوك اللي هنعمله النهارده، وهو الميك اب لوك ده. طبعا كلنا عدى علينا صور وناس كانوا حاطين الليبستيك الميتاليك ده، فده اللي احنا هنعمله النهارده. بصوا بقى على ميك اب العيون. شايفين الفترة دي كان الكات كريز بيحبوا يكون باين قوي قوي، وتبان ان العين كده باينة. وزي ما انتم شايفين اللون الغامق ممدود لغاية طرف العين وداخل على انه ايلاينر. واللون الفاتح اللي هنا ده كان ترندي جدا ساعتها، واللون الفاتح اللي تحت الحاجب. فاكشلي احنا هنعمل نفس الميك اب لوك ده. يمكن الحاجة الوحيدة اللي مش هقدر اعملها هي الحواجب الرفيعة. انا قعدت فترة طويلة قوي من حياتي حواجبي رفيعة، فما عنديش استعداد اشوفهم بالشكل ده تاني. فاحنا هنعمل على الابديت ده على الحواجب دي، بس هنعمل نفس الميك اب لوك ده. واعتقد ان انا شفت الميك اب لوك ده على اغلب الاجناس زي ما بيقولوا، ان كان على الاجانب وان كان على العرب او كان كمان على الافارقه زي ما انتم شايفين، لانه فعليا كان بيحلي شكل العين. هبتدي اول حاجه بالباليت دي اللي اسمها روز سوناتا، وهاخد درجه اللون ده اللي هو شويه على بيج كشمير كده. اللون ده هنا كده في الجزء ده. كان في الفترة دي بيتكوا قوي على الاي شادو، يعني فكرة ان اللون يبقى ناعم دي حاجة ما كانتش موجودة خالص. انا على فكرة اتصدمت اما فتحت جوجل وابتديت ادور على ميك اب التسعينات والالفينات، لان فعليا كان في منهم ناس بتحب البنيات جدا، وكان في ناس البوب كالرز بالنسبة لهم حاجة مرعبة، كان فوق عينيهم ازرق واخضر. بس اعتقد الالوان دخلت بقوة قوي في الالفينات، لكن في التسعينات كان لسه البنيات هي واخدة مكانها. ما كانوش في الفترة دي خالص بيهتموا بالدمج نهائي يا جماعه. كان دايما الميك اب لوكس بتاعتهم حاده جدا، محدده قوي، يعني الدمج ده كان اخر حاجه بيفكروا فيها. ومن الباليت دي اللي اسمها سان كيس ريفير تقريبا هاخد منها اللون البني ده، اوكي، وهحطه في كسره العين وبشكل قوي جدا. كان بيفرق لهم قوي ان طرف العين يكون شارب جدا، يعني شارب مقطوع، دي حاجه كانت تفرق لهم قوي. لكن دمج الميك اب جوه العين ما كانش بيشغلهم قد ما كان لازم الميك اب يكون محدد من الطرف زي ما انتم شايفين كده. التحديد والخطوط الحاده كانت بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا. ما تتخضوش من الالوان يا جماعه، فعليا كانوا بيعملوا كده بجد. كانوا بيعملوا كده. يمكن انا حضرت شويه من الالفينات وكنت بشوف العرايس في الوقت ده ما كنت صغيره، فعليا كانوا بيحطوا الكميات دي من الاي شادو يكون باين قوي قوي، بس ده في الالفينات. لكن التسعينات انا ما حضرتش قوي يعني. بس اكيد طبعا الاستاذه شيرين سيف النصري كانت بالنسبه لكم ريفرنس يعني كان الميك اب بتاعها كان خطير في كميه الاي شادو. ولا الفتره اللي كان فيها شريهان الفوازير، يا اختي على الفوازير بجد، كانت من كتر البودره المائيه اللي في وشها ومن كتر الاي شادو اللي كانت حاطاه لا ده انت كنت بتبقي محتاجه ميزانيه فعليا للاي شادو. كانت بتحط كميات اي شادو كبيره جدا. والرسمه دي انا شفتها مسرحيه قبل كده اللي هي كانت مع فؤاد المهندس، كانت بتشتغل رقاصه، كان مش فاكره كان اسمها ايه بس هحط لكم صورتها هنا. ومن نفس الباليت اللي اسمها سان كيز هاخد برده اللون الاسود ده وهنستخدمه از ايلاينر، بس يا رب يسد معانا ويعمل دور الايلاينر عشان لو ما عملوش هنزعل كلنا. هاخد فرشه ايلاينر وهاخد من اللون الاسود ده وهبدا احدد تحت الرسمه اللي احنا بنعملها دي. هتقولي لي يا دعاء ايه اللي بتعمليه ده؟ والله العظيم فعليا هم كانوا بيعملوا كده، هم كانوا بيحبوا الحاجات المحدده بطريقه مش طبيعيه. يا رب تكونوا مستوعبين الفكره، بس انا مقدره خضتكم دلوقتي والله، وانا كمان مخضوضه، يعني حاسه اللي هو ايه اللي انا بعمله ده.
بس حقيقي ساعتها كانت اللي بتعمل الميك اب ده كانت بتبقى فنانه، فبيحط صورها على المجلات يا جماعه بجد والله. احنا محتاجين نلحق ندمج الايلاينر ده. هندمجه، هم كانوا بيحبوا يعملوا كده، فهندمجه بحيث يبقى فيه ظل سواد في الحته دي. اللي هو ليه يا بنتي بتعملوه في نفسكم كده؟ والله هو احنا بنبقى مبسوطين كده. لون حلو قوي كايلاينر يا جماعه، يعني ده في ميك اب لوك عادي جدا هيبقى تحفه يعني بجد، بغض النظر اللي انا بعمله ده. يا خرابي انا يما كانوا بيطيقوا كميه الاي شادو دي ازاي بجد والله. طبعا اللي من قدام ده لسه احنا هننضفه كده، بس انا بحاول اخد نفس الجو بتاعهم يعني. هاخد بعد كده ودانا وهاخد السبراي ده السبراي اللي بيشيل الميك اب من على الفرش. مش عايزه احط الميك اب ريموفر عشان ما يبوظليش الدنيا، اشيل بس الجزء ده بس اللي هو في اول العين عشان يديني الشكل المحدد اللي هي كانت عاملاه في اول العين. بعد كده هي حاطه لون المفروض ابيض متلج كشمير، مش عارفه الصراحه اللون ده ايه، بس هو بينك وفيه لمعه تقريبا، فهنحاول نلاقي نفس الشيء. اقرب حاجه للون اللي هي حطاه هو من الباليت دي اللي اسمها روز سونيت دي. اوكي، اللون اللي احنا حطيناه از لون انتقالي هو اقرب حاجه، لان هو باين ان اللون اللي هنا هو اللون اللي هنا، فاحنا هنحطه هنا ونحط عليه لون تاني عشان يبقى متعلق اكتر. هاخده من الباليت اللي هي اسمها Color Me Crazy، وهاخد اللون ده كده هيديني اللون المتعلق ده. اوكي عملت العين التانية اوف كاميرا وحاسه كميه اسود مش طبيعيه بجد والله العظيم. المهم خلينا نبص على الميك اب لوك. هي حاطه رموش، والرموش كانت اوفر قوي ويعني كانت مرفوعه وكبيره. انا عندي رموش تدينا نفس الفايب. وايه تاني تحت العين؟ انا مستغربه جدا مفيش اي حاجه، ولا في حاجه جوه العين ولا في حاجه تحت العين، يعني ابيض يا فله ما فيش اي حاجه خالص، والليبستيك متعلق. فخليني اقوم اجيب رمش يكون عالي وقوي كده عشان نحطه مع بعض. هحط الرمش ده كده، الرمش ده كبير جدا وضخم جدا وتقريبا هيدينا نفس الفايب. وهم كانوا بيعتمدوا ان طرف العين يكون عليها رمش كثيف مع السواد ده يبين العين انها اكبر كده وفخمه وبتاع، فهتشوفوا دلوقتي. احلى حاجه في الباليتس دي ان هي مش بتعمل فول اوت خالص، يعني ما شوفوا اشتغلت باسود ودرجات غامقه ومسحته وحطيت ومش عارفه ايه، مفيش اي حاجه وقعت تحت عينيا تماما. هاخد باودر بس وانضف الطرف، لان انا خدت بالي ان هم مهتمين قوي بنظافه الميك اب، يعني الفتره دي كانوا بيبقوا مهتمين قوي بان شكل الميك اب مش فكره نظافه ميك اب قد ما يكون محدد. كل حاجه عندهم كانت محدده بطريقه مش طبيعيه يعني كده. الصور دي انا حقيقي شفتها الشكل ده انا حقيقي شفته يا جماعه، الشكل المحدد زياده عن اللزوم ده. وبما ان الهايلايتر او الهايلايت كان حاجه مهمه في الوقت ده، فانا هاخد الباليت دي برده اللي اسمها سان كيس، دي استخدمناها كتير قوي النهارده، وهاخد اللون الشمر اللي بيلمع ده وهحط بس نقطه صغيره. وهم اللمعه بالنسبه لهم كانت حاجه اوكي عادي ما فيهاش مشكله. احنا بس لما كبرنا ودخلنا في الالفينات وكده بينا لا مش عايزين هايلايتر بجليتر، هم كانوا بيحطوا جليتر عادي. اللون اللي على الخدود كارثي بالنسبه لي، كارثي، بس هي عشان بشرتها سمراء مش عارفه، بس عايزاكم تشوفوا كده اللون اللي على الخدود لون فوشيا غامق. بصوا انا عندي بلاش نفس اللون ده، بس حقيقي انا خايفه احطه، يعني خايفه احط نفس اللون، بس خلوني احطه. ده اللون اللي على خدودها فعليا، ده اللون، ومرعوبه جدا ان انا احطه، بس يعني ربنا يستر. هي كانت حاطاه في الحته دي بالظبط، انا مش عارفه هم كانوا حاطينه بناء على ايه اللون نفسه، بس احنا هنعمل نفس الحاجه، كانوا يحطوه هنا بالشكل ده كده. والبلاش في الفتره بتاعه التسعينات بقى والالفينات انا فاكراها، لان ماما كانت بتحط بلاش. البلاش ده اهم حاجه في الكوكب، ويكون اوفر ومبالغ فيه بجد، شفت من ده كتير، وكانوا دايما يحبوا يحطوا هنا. ليه ما نعرفش، وانا لغايه فتره قريبه كنت بعمل كده، بس ما تفهموش.
يعني ليه هنا؟ ليه الدقن ممكن تحمر؟ يعني الوش بيحمر عشان الناس تتكسف، بس ليه الدقن ممكن تحمر؟ ما تفهموش، وما بلومش عليهم لان انا ساعات بعمل كده. نيجي للليبستيك اللي هي حاطاه، هي حاطه تقريبا لون ميتاليك، فهي شفايفها اوريدي لونها بني لان هي بشرتها سمراء، فانا هعتبر ان انا شفايف متحدده زيها بالكونتور، وهحط اللون اللي هو ده. استنوا عشان احنا وصلنا له، هو تقريبا نفس اللون اللي في الاي شادو وهو اللي جوه السيركل دي. اللون اللي انا حطيته فوق العين انا دمجت شويه من اللون الجلاسي مع الاي شادو فاداني لون الميتاليك اللي فوق العين ده. فده اللي احنا هنعمله نفس النظام. هناخد من الاي شادو يا جماعه، لا مش طبيعي بجد، هم فعلا عاملين الباليتات دي للمرحله دي. اوكي، لا ده بصوا محتاج يتاخد بالايد. لا انا حاسه ان انا رجعت سنين بجد والله. عارفين ايه الام بالله ما تيجي بالحق. لا وتلاحظوا لابسالكوا كمان بتاع بيلمع، يعني عارفين قاعداكوا في المود قوي يا جماعه. لا ثواني، انتوا حاسين اللي انا حاساه؟ انا حاسه ان انا رجعت حقبه مش طبيعيه بجد. بصوا والله العظيم يا جماعه نفس الفايب بتاعت اليسا بجد، يعني فاهمين؟ أعشقك بجنون روحي أنا، قلبي المفتون كله منى، وياك بيعيش أحلى هنا حبيبي أنا. بس هي ما كانتش عاملة كات كريس، كانت عاملة سموكي كله أسود، وعم ساعتها كان السموكي موضة جدا. حقيقي استمتعت جدا وأنا بعمل الميك اب لوك ده بالباليت الجديدة بتاعت شيجلام اللي اسمها فاينل بوك كولرز، وفعليا حسستني قوي بالفايب القديم لأن هي شبه الووكمان أو البتاع اللي كان بيتحط فيه السي دي زمان. هي فعلا خدتني لوقت بعيد، يعني انا حضرت السي دي، يعني حضرت السي دي وحضرت شرايط الكاسيت، يعني ما اقول لكمش ان انا ما حضرتهمش يعني. بس الصراحه الفكره جامده، يعني حسيتها فعلا فكره جامده جدا، والالوان حلوه قوي، وكل باليت فعليا الوان لايقه على بعضها وكانت موجوده في الفتره دي. وبس كده يا حلوين. طبعا لينك المنتجات دي هحطها لكم تحت في الديسكربشن بوكس عشان لو حد عايز يجيب اي باليت من الباليتس دي. وبالنسبه للباليت اللي هي فيها الوان كتير دي هبقى استخدمها لكم ان شاء الله بميك اب لوك على الانستجرام. وبس كده حبايبي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اعمل لكم فيديو تاني قريب، وتشتركوا في القناه والقناه التانيه بتاعه الفلوجز. انا عارفه ان انا متاخره عليكم قوي في موضوع الفلوجز ده، بس ان شاء الله انزل لكم فلوج قريب. وبس كده يا حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.